السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه النهارده؟ مكملين مع بعض في كورس الجرامر اللي هيساعد المامز اللي مهتمه بان هي تذاكر لاولادها جرامر، او اللي حاسه ان اولادهم مستواها مش مظبوطين في الجرامر او في الانجليش، او حضرتك لو معلمه مبتدئه وحابه تعرفي ازاي هتشتغلي جرامر او هتمشي ازاي. انا هساعدك بالفيديوهات اللي انا بنزلها ديت ان شاء الله انك تعملي اللي انت عايزاه. طيب تعالوا نشوف هنا النهارده هناخد حاجه اسمها this is و that is. this is لما باجي اتكلم عن حاجه قريبه مني، يعني انا مثلا بشاور على القلم من قريب هنا اهو، فهقول ايه؟ هقول this is a pen. this is a pen. هبعد شويه هقول that is a pen. that is a pen. يبقى القريب بقول this is، البعيد بقول that is. this is that is. طيب هي لما بتيجي في الكتب بتبقى جايه لنا بالمنظر ده، بيبقى شكل مثلا اي شكل موجود وسهم بيبقى قريب او سهم بيبقى بعيد. لو سهم قريب هقول this is a كذا. this is a pen. that is a pen لو هو بعيد. طيب يبقى الجمله الشكل بتاعها بيبقى عامل ازاي؟ this او that، بعديها بيجي is، بعديها بيجي a او an، بعديها بيجي اسم مفرد. طيب خليني اقول معلومه كده بسيطه لان الولاد بيتلخبطوا فيها. المعلومه دي بتقول ان القرايب واجزاء جسمي بياخدوا this is وماي كذا. ليه يا مس؟ طب انا يا مس ده انا واحد قريبي مثلا هقول this is my dad. this is my nose. طب يا ميس ده انا قريبي مثلا قاعد في امريكا واحنا قاعدين في مصر، يبقى كده قريب ولا بعيد؟ لا، ده اسمه قريبي، اسمه قريبي من المحيط بتاعي، من عيلتي، من قرايبي، فهقول عليه this is my. طيب في حاجات بديهية بتبقى بعيدة زي ايه؟ زي الصن، مون، سكاي، ستار، فدول هياخدوا that is. يبقى ساعات بيجيب لي كده يعني هنشوفها في الكتاب دلوقتي معانا، بتبقى صورة الحاجة ومش جايب سهم، يعني مش حاطط السهم، يعني دي في حالة ان هو مش حاطط السهم وجايب لك مثلا نقط is my nose او نقط is my father، هقول ايه؟ this is. ليه؟ عشان هم قرايبي. خلاص. طيب تعالوا نشوف هنا بقى. الحقيقة هو في الكتاب هنا، الكتاب ده اسمه توب جرامر ليفل 1، لو حابين تجيبوه. هو الحقيقة منظم جدا وجايب حاجات جميلة جدا. يبقى اتفقنا اهو. هنا السهم بيبقى بعيد فهقول that is، السهم بيبقى قريب فهقول this is. طيب تعالوا نشوف نوعية الأسئلة الموجودة هنا، وهي الحقيقة أسئلة جميلة جدا. أول حاجة هنا بيقول لي اختر choose، وجايب هنا fan. ها is a fan هتبقى this ولا that؟ ها هتبقى this. ليه؟ لأن السهم قريب منها. طب بصوا المسافة بين السهم والعربية، هقول this ولا that؟ لا، هقول that. ليه؟ عشان هي بعيدة. نقط is a car. الدوج السهم قريب مني فهقول this is. طيب الباص السهم بعيد عني فهقول that. طبعا هنكمل الباقي بنفس الطريقة، وهنا نفس الموضوع هنختار this ولا that. يبقى أنا هناك كنت بكتب، هنا هختار بس الكات. ها السهم قريب ولا بعيد؟ السهم قريب فهقول this. طب هنا السهم قريب ولا بعيد؟ السهم بعيد فهقول that. دي غلط طبعا. هنا السهم قريب ولا بعيد؟ لا، السهم قريب من البوك فهقول this. هنا السهم قريب ولا بعيد؟ بعيد فهقول that. مالناش دعوه بالحل هنا طبعا. طيب هنا عايزني اعمل جمله. الحقيقه دي حاجه جميله جدا ان الولاد يبداوا يعملوا جمل لوحدهم، ودي هتساعدهم بعد كده لما يجوا يعملوا باراجراف. طيب تعالوا نشوف هنا مثلا دي صوره ايه؟ كار. طيب هو السهم الولد بيشاور عليها قريب ولا بعيد؟ قريب. الميس قالت لي لو هي قريب هقول this is. طيب الميس قالت لي هكتب اول حاجه this is، دي اول حاجه كتبتها. طيب الميس قالت لي this is و that is بيجي بعديهم a او an. طيب car هتاخد a ولا هتاخد an؟ احنا هنا بنربط ب a و an اللي احنا اخدناهم قبل كده. كلمه car هكتبها اهي. car بتبدا بلتر ايه؟ بتبدا بلتر سي. طب هو السي ده consonant ولا vowel؟ ده consonant، يبقى هقول a ولا an؟ هقول a. طيب انا عايزه اديكم حاجه فيها an. بصوا معايا كده في الصوره دي،
دي صورة ايه؟ اي. طيب هقول this is، خلينا نقول مثلا السهم هنا قريب والسهم هنا بعيد. خلاص، هو هنا انا محدده اهو، طالما انا محدده يبقى انت هتلتزم باللي انا محدداه، لو مش محدد بسهم يبقى هتقول this is عشان دي اجزاء جسمك. طيب هنا هقول this is، ها this is ليه؟ عشان هي قريبه اول جزئيه. طيب هكتب كلمه اي هنا. هو يا ميس كلمه اي letter E ده consonant ولا vowel؟ ده vowel. يا ترى هكتب ولا ان؟ ها، اللي بيبدأ بفاول بكتب له ان، يبقى هنا حطيت ان مش طيب تعالوا نشوف الجملة دي. بتقول طبعا السهم بعيد فهقول ذات، يبقى انا هسأل نفسي كده، انا لازم اعود الطفل ان هو يقول كده. هسأل نفسي السهم قريب ولا بعيد؟ يقول لك بعيد. طيب يبقى هقول this is ولا that is؟ يقول لك that is. يبقى اول حاجة هنكتبها الطفل بنفسه ولا هيكتب that is. ها، كلمة arm، ها هكتب كلمة arm اهي. هبص على الحرف ده consonant ولا vowel؟ ده vowel، يبقى هقول ولا ان؟ لا يا ميس هقول ان. طيب تعالوا نكمل مع بعض. يبقى انا هنا دربت الطفل ان هو ازاي يعمل جملة لوحده. خلاص، يبقى اشوف السهم قريب ولا بعيد وبعد كده هكتب الجملة. طيب تعالوا نشوف بعد كده. بعد كده في الجزئية دي ممكن تبقى في مرة تانية لوحدها، بقول بسأل يعني وانا بشرح للولاد ممكن اشرحها في مرة لوحدها. what دي أداة استفهام بمعنى ما أو ماذا، بتسأل عن أي حاجة غير عاقلة، يعني أي حاجة ما عندهاش مخ. خلاص، يبقى what أداة استفهام بمعنى ما أو ماذا، بتسأل عن أي شيء ما عندوش مخ. طيب لما أقول هنا what is this، ها بصوا كده معايا، what is this هجاوب ازاي يا ميس؟ اول حاجه هلغي اداه الاستفهام اللي اسمها وات. اول حاجه هعملها هلغي هلغي وات. بعد كده هجيب this is، هعمل مقص يعني. يبقى نمبر 1 هتيجي this. هو انا في الجمله بقول is this ولا this is؟ لا يا ميس بقول this is وبيجي بعد this is ايه؟ او ان. طب ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ pen. هكتب بن هنا. دي هتاخد ايه ولا ان؟ هتاخد خلاص، يبقى انا كده خلصت السؤال. طيب تعالوا نشوف سؤال ب what is that. ها what is that دي ايه؟ car. فهعمل ايه؟ هلغي what وهعمل مقص. لو فكرة المقص صعبة شوية يبقى هقول هرتب كده، هبدل الترتيب بتاعهم، بدل ما ديت نمبر 1 هتبقى نمبر 2، وبدل ما ديت نمبر 2 هتبقى نمبر 1. هقول الجملة بتقول ايه؟ that is a car. ليه عشان دي سي هتاخد letter A. خلاص، بصوا معايا بقى في التمرين ده. بيقول لي rearrange يعني عيد الترتيب. عيد ترتيب ايه؟ عيد ترتيب الجمله. وهنا مثلا جايب لي، هو دايما بيبقى موضح في الكتاب ايه الكلمه اللي هنبدا بيها، يا اما بتبدا بحرف كابيتال، يا اما خطها بيبقى تقيل شويه، يا اما بيبقى تحتها خط. يعني هو هيبقى موضح لك مين الكلمه اللي هتبدا بيها. rearrange يعني رتب. ها هنا بيقول لي is that cat a. يا ترى هبدأ بإيه؟ هو أصلا قايل لي هبدأ بذات. طيب هو يا ميس ذات أنا عارف ترتيبها، ذات بيجي بعديها إز، يبقى خدت دي ذات جه بعديها إز. طيب
ها هيجي بعديها از، هيجي بعديها كات ولا كات؟ لا، بيجي بعديها او ان وبعديها الناون او الاسم المفرد. طيب جاي لي is what that، هقول هو اصلا جايب لي what، يبقى هبدأ بوات. ها اللي هيجي بعديها السؤال طالما سؤال، هو ده الكويستشن مارك اهي، طالما سؤال يبقى هقول is that مش that is، يبقى هقول is that مش that is، عشان في الجملة العادية اللي بحط في اخرها نقطة بقول that is، انما في السؤال بقول is that. يبقى what is that المفروض ان احنا بنبقى حافظين السؤال اصلا وعارفينه لما شرحناه هنا. فدوت تمرين ري ارينج، هو سهل وبسيط. بكده الفيديو بتاعنا النهارده يكون خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو وصلتوا لهنا طبعا ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس لو بتشوفوني لاول مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.